هو سياسي مصري ورئيس قناة الشرق. ولد أيمن نور في مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 ديسمبر 1964 ميلادي، ويبلغ أيمن نور من العمر 61 سنة، ويحمل الجنسية المصرية، وديانته الإسلام. يعتبر أيمن نور من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي. ما هو مرض أيمن نور؟ أما عن مرض أيمن نور فقد عانى أيمن نور من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى كالتهاب رئوي، وحالات طارئة مثل انزلاق غضروفي حاد. وعانى خلال فترة اعتقاله من تدهور صحته وتأثر الكلى نتيجة إضرابات عن الطعام، وتلقى العلاج في أوقات مختلفة من هذه الأمراض. من هي زوجة أيمن نور؟ تزوج أيمن نور مرتين، المرة الأولى من الإعلامية جميلة إسماعيل وأنجب منها 2 أبناء هم نور وشادي، ثم انفصل سنة 2010 ميلادي. والمرة الثانية تزوج سنة 2013 من المذيعة دعاء حسن التي تعمل بقناة الشرق. حقيقة وفاة أيمن نور. انتشر خبر وفاة الإعلامي المصري أيمن نور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الساعات الماضية، وبحسب المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي فإن أيمن نور توفي بعد صراع مع المرض في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، لكن لم يتم تأكيد خبر وفاة أيمن نور من أي جهة رسمية أو مصدر موثوق.